الكلى هي واحد المصيبة اللي تبلى بها الشباب ديالنا. يكفي انك تدخل المدارس والمؤسسات وحتى الليسيات وغتشوف السقف ديالهم غادي تلقاه عامر بهاد المصيبة هادي. معايا باش تعرف شنو هي الكلى، كيفاش كتخدم في الجسم، كيفاش كتبوق الانسان. الكلى فاش تصاوبت اول مره كانت كتصاوب من واحد النبته اللي كتدخل من الجزائر، ومنين تقطعات ما بقاش كتدخل من الجزائر ولات قليله بزاف حيت المغرب ما كتنوضش فيه هاد النبته هادي، وهنا ولاو كيعوضوها وكيديروا في بلاصتها النفحه. والغرض من هادشي كامل هي التبويقه، وهاد التبويقه السبب ديالها هو النيكوتين اللي كاين في النفحه. وهاد الماده ديال النيكوتين كاينه في النبشه ديال الطابه، وهي نفسها اللي كيديروا في الكارو. فاش الانسان كيكمي وكيدخل الدخان الري ديالو، داك الدخان راه عامر بالنيكوتين. داك النيكوتين كيدوز من الريه للدم، ومن الدم كيطلع للدماغ، ومن تما كيدور على الجهاز العصبي كامل باش يكالميه او لا يبوقو. وهذا الكاله هذه فيها كميه كبيره ديال النيكوتين، ملي كتوصل للدماغ كتبوقو ولا كدير الارتفاع. الا سولتي الناس اللي كدير الكاله علاش كديرها في هذه المنطقه هذه ما غاديش يجاوبوك، غالبا ما عندهمش الجواب ديال هذا السؤال. كيديروها وما عارفينش علاش. ما فيها باس نشرحوا لهم وحتى لينا علاش كيديروا الكاله بالضبط تحت الشنايف. السبب هو هاد المنطقه هذه كتبان حمراء بزاف. وعلاش حمراء؟ حيت فيها شعيرات دمويه بزاف، وهاد الشعيرات اللي عندنا لداخل جات قريبه من الجلده بزاف. وسهل بان النيكوتين اللي كاين في الكاله او النفحه يدوز من الكاله لدوك الشعيرات ويدخل للدم بالزربه. ولا وصلات هاد الماده للدم راه ساهل باش توصل للدماغ، ولا وصلت للدماغ ها البواقه بدات وها انت مرفوع. واللي خاصك تعرف ان الكلى ما كدارش غير في الفم، كاين الناس اللي كيديروها تحت الباط ديالهم اولا الطوابق. تخيل العرق وديك المصيبه والريحه ديالها، عرفتي بلا ما تخيل. وكاين اللي كيديرها بين صباع ديال رجليه، كيلبس على التقاشر كيخشى رجلو في سبرديله ولا صباط، حيت حتى تما الجلده رقيقه وسهل ان ديك العصاره تدخل مع الجلده تخلط مع الدم وتطلع مادات وتوصل للدماغ. وكاينين شي ناس مبليين بها بزاف، كتوصل بيه الدرجه انه كيمشي بين صباع ديال رجليه وكيجرح تما، وكيدير الكلى باش ديك العصاره ديالها تمشي في الدم مباشره. الله ينجينا من الادمان. هاد النيكوتين فاش كيوصل للدماغ كيخليه يفرز هرمون ادرينالين، وهذا الهرمون معروف انه مرتبط بالخوف والنشاط وحتى الحماس، وهو اللي كيخلي الدماغ ينشط ويسرح في الخيال. المره الاولى ديال الكلى بحال اي ادمان، كيف ما كان كيكون زوين بزاف، ومن بعد عاد كيبداو المشاكل. ديك التبويقه الحده ديالها كتبدا تنقص مره من بعد مره. هادشي اللي كيخلي المدمن انه يزيد في الكميه ديال النفحه في كل مره، اولا يقلب على مناطق اخرى باش التاثير ديالها يكون كبير. الخطير في هذه البليه ديال الكلى هي فاش كتوصل للدماغ كتخرب ليه الافرازات ديالو، حيت الكميه ديال النيكوتين كتكون كبيره بزاف. وفي هذه الحاله الدماغ ما كيبقاش عارف شنو يدير، واش يركز مع دوك الافرازات ديال الكلى وينشط ويسرح ويتبوق، ولا يركز مع داكشي اللي خاص الجسم، حيت الدماغ هو المدير ديال الجسم كامل. هادشي علاش كتلقى الانسان خامول وكسول ومرخي كاع، حيت الدماغ ديالو ما مساليش باش يقاد الذات ديالو ويعرف شنو هو خاصو وشنو ما خاصوش. غادي تكونوا كتلاحظوا ان الناس اللي كيديروا الكلى كيدفلوا بزاف، عزكم الله. كيديروا هاد القضيه حيت الريق كيخليهم يمصوا داكشي اللي في الكلى، وهكا غيدوز داكشي اللي في الكلى الدم بالزربه، وهنا غادي يبدا الارتفاع بالزربه. اللي كيدير هذا العجب هذا كنصحوا انه يوقف، واخا غتعذب بزاف باش توقف، حيت اي ادمان خاصو مجهود كبير باش توقفه. ولكن اللهم تصبر دابا قبل ما يتشوه لك فمك ويضيع لك عقلك وحتى الصحه ديالك.